كان عندنا هايرنج الفترة الأخيرة دي، واحنا في الانترفيو اتفاجئنا ان في ناس كتير قوي سينيورز مش عارفين معظم المصطلحات العقارية، وحتى الناس الفريش طبيعي يكونوا مش عارفين معظم المصطلحات العقارية، وده بيسبب لي انا والتيم بتاعي تعب كبير جدا في ان احنا نشرح لكل الناس اللي بتيجي كل المصطلحات العقارية. فقررت اجمعها لك كلها في سلسلة حلقات، تكون كل شوية مصطلحات شبه بعض مع بعض واشرحهم لك بالتفصيل، هيساعدوك سواء كنت بتشتغل في مجال العقارات جديد او قديم، او حتى لو كنت مستثمر وبتشتري عقارات. انا جاسم وليد، سيلز مانجر شركه اس اتش جروب انفستمنت. عندي خبره في مجال العقارات تتخطى ال7 سنين. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للتشانل وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار جديد بكل فيديو بننزله. تعالى معايا بقى اشرحهم لك من الاول خالص. اول حاجه وهو الفرق بين البروكر والديفلوبر. البروكر وهو الوسيط العقاري سواء كان شركه او شخص اللي بيساعدك في ان انت تشتري. اما الديفلوبر وهو المطور العقاري اللي البروكر او البروبرتي كونسلتنت بيبيع عنده. طب يعني ايه بروبرتي كونسلتنت؟ يعني مستشار عقاري بيساعدني اقارن بين مشاريع موجوده في السوق بس ما بياخدش عموله. طيب جوه الشركه الديفلوبر بيتقسم عندي تيمين، الدايركت سيلز والاندايركت سيلز. الدايركت سيلز هو التيم المسؤول ان هو يبيع للعميل مباشر، اما الاندايركت سيلز وهو المسؤول عن شركات البروكر والتيم اللي بيبيع من خارج الشركه. ودول كده الف باء عقارات. هات ورقه وقلم وخليهم معاك عشان اللي جاي كتير وصعب. عندنا نوعين من الشراء، حاجه اسمها البرايمري وحاجه اسمها الريسيل. ايه هو البرايمري؟ البرايمري هو المشروع اللي بيتباع لاول مره من الديفلوبر على طول او بروكر يكون مسؤول عنه. اما الريسيل فهو اعاده البيع، يعني العميل اشترى من المشروع مباشر وبعد كده بيعيد بيعه وبياخد سعر ازيد من اللي دفعه. هندخل شويه في التفاصيل، هنلاقي ان عندنا 3 مصطلحات: RTM و RTD و RTL. RTM يعني ready to move، ready to move يعني الوحده جاهزه للاستلام. طيب RTD يعني ready to deliver، يعني الوحده جاهزه للتسليم ولكن ما تكونش الكومباوند كله خلص، يعني ممكن العماره اتبنت ولكن غير مأهوله ان انا استلم الوحده. RTL يعني ready to leave. ready to leave هنا يعني تقدر تستلم الوحده وتعيش، يعني الكومباوند خلصان من اول الفاسيلتيز لحد البوابات والشوارع والعماره. طب لو انا مثلا بشتري او ببيع فيلا، فهنا هسمع مصطلحات جديده خالص زي لاند اريا او ال اي، ودي بتكون مساحه الارض، او بي يو اي يعني بيلت اب اريا او المساحه المبنيه. ولو بشتري شقه هلاقي ان في مصطلح اسمه جروس اريا ونت اريا. الجروس اريا وهي بتكون المساحه المكتوبه في العقد من غير التحميل. طيب النت اريا يعني بتكون المساحه الصافيه، يعني المساحه الصافيه في الوحده اللي انت بجد هتعيش فيها. طب لو انا بشتغل على مشروع معين او بشتري في مشروع معين وسمعت مصطلح فوت برنت، الفوت برنت مقصود بيه مساحه المباني بالنسبه لاجمالي مساحه المشروع. يعني المشروع ده مبني على مثلا 20%، وال 80% بيكونوا شوارع وخدمات ووتر فيتشرز ولاندسكيب ولاجون ومثلا كلاب هاوس او نادي. هاتي بقى قهوه بسرعه، بقى قهوه بسرعه. طبعا اكيد جالك مكالمه سواء كنت شغال في العقارات او بتشتري عقارات عن ان في شركه معينه هتطرح مشروع معين. الطرح هنا اسمه لونش، ولو كان المشروع موجود بالفعل او اتطرح قبل كده وفي مرحله جديده اتفتحت فدي بتتسمى ريليز. طب هاجي عايز ابدي اهتمامي بالمشروع ده واروح احجز، بلاقي هنا مصطلح جديد خالص واسمه اي او اي، يعني اكسبريشن اوف انترست او ابداء اهتمام بالمنتج. وده بيكون اما شيك او مبلغ محطوط قبل طرح المشروع لان يكون ليا الاولويه في التسكين. يعني من الاخر بقول للشركه يا جماعه انا مهتم بالمشروع ده. وطبعا اللي بيكون حاطط شيك اي او اي بيكون ليه اولويه او بريورتي عند الشركه ساعه التسكين، ان هو بيروح ينقي الوحده بتاعته على الماب قبل ما المشروع يتطرح لبقيه الناس. وطبعا بيكون قدامه حاجه اسمها availability او inventory، يعني وحدات معروضه، وده طبعا بيكون اكتر بكتير. وطبعا بعد ما احط شيك الاي او اي واروح اللونش، ممكن لو عجبتني يونت معينه، بالمناسبه يونت يعني وحده، ممكن اعمل عليها ريزرفيشن او حجز. طيب لو مش معايا المقدم بالكامل ممكن اعمل هولد، يعني اجمد الوحده دي شويه يومين او 3، وبعد كده بتعاقد على الوحده وبدفع الداون بيمنت او الدي بي، وده بيكون الدفعه المقدمه سواء كانت 5% او 10% من اجمالي الوحده. وببدا ان انا امضي عقد او كونتراكت، وطبعا بختار بيمنت بلان. والبيمنت بلان هنا يعني خطه السداد او تقسيمه الدفع اللي بتتقسم لداون بيمنت اللي هو المقدم وانستولمنتس وهي الاقساط. وهنا عندنا اكتر من نوع في دفع الاقساط زي الايكوال انستولمنت والفرونت لودد انستولمنت والباك لودد انستولمنت. هنبدا بالايكوال انستولمنت وهي بتكون اقساط متساويه
طول مده الدفع. يعني لو مقسط على 10 سنين فاول قسط زي اخر قسط. نيجي لتاني نوع وهو الفرونت لودد انستولمنت. وفرونت لودد بالبلدي كده يعني قسط مضغوط في الاول او متحمل عليك زياده في الاول. يعني باللغه العربيه قسط متناقص، يعني بيقل مع الوقت. يعني بدفع في البدايه اقساط كبيره وتاني سنه القسط بيقل واخر سنه بيقل خالص. وده عكس تماما الباك لودد انستولمنت، يعني الاقساط هنا بتكون مضغوطه في الاخر. يعني بتبدا معايا اقساط مستريحه وبتزيد مع الوقت. يعني اول قسط بيكون قليل نسبيا، اخر قسط بيكون زياده نسبيا. وبما اننا دخلنا في التفاصيل بزياده كده وعرفنا انواع الداون بيمنت وانواع الاقساط، تعالى معايا اقول لك ازاي كمان ممكن تدفع. والدفع هنا بيتقسم لاكتر من حاجه. كلمه مانثلي يعني بدفع شهريا، وده تقريبا في العقارات مش موجود. والشائع بنسبه كبيره وهو الكوارتر، بدفع بالكوارتر، يعني بدفع كل 3 شهور مع بعض في قسط واحد. طب لو ده مش مناسب ممكن في نوع تاني واسمه سيمي انيوال، يعني بدفع نص سنوي، يعني كل 6 شهور بقسط مع بعض. اما بقى اخر نوع وهو الانيوال. الانيوال ده يعني بدفع سنوي، يعني بدفع القسط بتاعي 12 شهر مجمع. وده غالبا لازم بيكون مقدم، يعني ادفع السنه قبل ميعادها. وطبعا بنسمع ان البيمنت بلان بتكون زيرو انترست وزيرو كوميشن، يعني من غير فوائد او عمولات. ولو وصلت لهنا فشكرا جدا، انت كده تقريبا معاك ربع المصطلحات اللي موجوده في الماركت. ولو كنت نسيت الورقه والقلم اللي قايل لك عليهم في اول الفيديو، سيب لي بس كومنت بكلمه مصطلحات وانا مجهزهم لك في PDF. وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك بقيه السلسله وتبقى واحد من اشطر الناس في مجال العقارات في مصر. كان معاكم جاسم وليد، سلام.